قال الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله تعالى: وانتسب كذلك جماعة وحسن الانتساب إليه ممن يصنف في فنونه. وقوله وانتسب كذلك جماعة يعني إلى لفظ الأثر، فنسب نفسه إلى الأثر يعني لاتباع الأثر وأخذه بالأثر وتمسكه بالأثر وقفوه للأثر، فيقول عن نفسه أثري أثري، وهذا موجود في كتب التراجم. قال وحسن الانتساب إليه ممن يصنف في فنونه، إذا كان يتبع الأثر ويسير على طريقة أهل الأثر ونسب نفسه إلى ذلك، فلهو مع هذا ومع اشتغاله بالحديث وفنون الحديث انتسابه إليه أولى، فيحسن ممن كان اشتغاله بالأثر وسيره على الأثر واتباعه للأثر وتمسكه بالأثر وتعظيمه للأثر أن يقول عن نفسه أثري. وهنا هذا الحبر في الفن، يقول حسن الانتساب إليه ممن يصنف في فنونه، يعني من يشتغل بالحديث يحسن له أن يطلق على نفسه أو ينسب نفسه إلى الأثر، فيقول وهذا فيه أبلغ رد على المتفيهقين في هذه الأعصار الذين يقولون عن أهل الحديث والآثار إن في هذا تزكية لهم وإن في هذا غرور للنفس وعجب بالنفس إلى آخر ما يقولونه. إنما الإنسان يخبر عن نفسه أن طريقته طريقة الأثر، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فإذا كان من يتبع السنن يقال لهم أهل السنة، فلا مانع في من يتبع الأثر أن يقال له الأثري وأن يقال لهم الأثريون، وهذا يكفينا من أهل الفن والاختصاص في الرد على بعض هؤلاء المتفيهقين، ولا نشغل أنفسنا بهم ما دامت قد جاءت الشهادة من أهل الاختصاص، فكل شيء يرجع فيه إلى أهله. نعم.